مساء الخير على كل اللي بيشوف الفيديو وبيشاهدني وعلى كل اللي بيتابعني. مساء الخير على أحلى أخوات. النهاردة هعمل معاكم وصفة جميلة وسهلة وبسيطة اللي هي قلب السوشيال ميديا من فترة. طاقية السلطان مكوناتها بسيطة جدا. كل اللي هحتاجه في الوصفة لبن وزيت هبدأ أعمل معاكم المقادير وهتشوفوها معاكم بالتفصيل. أنا حطيت هنا كوباية كبيرة لبن، النص لبن والنص مية وهحط. كنت هحط الزيت وافتكرت لا هحط معلقة خميرة كبيرة، خميرة فورية. اول ما حطيت كوباية اللبن اللي هي نصها لبن ونصها مية، حطيت معلقة خميرة فورية كبيرة، وحطيت 6 معالق سكر. السكر ده طبعا على حسب الطلب وحسب الرغبة، على حسب ما انت عايزاها حلوة او ناقصة سكر. وهحط نص كوباية زيت بالشكل ده. وعندي بياضة بيض، وانا شلت الصفارة برضو هستخدمها في اخر الوصفة. وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة. وهدوب كل المكونات مع بعض. هدوبهم كويس. اول ما اعرفهم دابوا مع بعض، عشان انا حاطه سكر، هجيب معايا الدقيق. انا استخدمت في الوصفة دي حوالي 4 مجات دقيق. هنخل الدقيق معاكم. بعد ما هنخل الكمية كلها ال4 مجات هبدأ اعجن. وصفة سهلة جدا. بعد ما عجنت كويس وخليت القوام بالشكل ده وملمسها ناعم وبيلسك في الايد كده، العجينة ناجحة وزي الفل. هقسم العجينة نصين، نصين متساويين، النصين زي بعض. هسيب نص ابيض زي ما هو، والنص التاني هحط عليه هحط عليه الكاكاو، كاكاو خام. انا عندي كاكاو خام، هحط حوالي معلقتين كاكاو خام اهو بالشكل ده. هحط معلقتين كاكاو خام، وهحط معلقة سمنة، وممكن تستبدليها بمعلقة زيت عادي، اي مادة دهنية، بس عشان انا حطيت معلقتين الكاكاو. وابدأ اعجنهم تاني مع بعض لغاية ما يديني القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. هتاخد وقت طبعا عشان تندمج مع بعض. هبدأ اعجن كويس. هتديني القوام ده بالشكل ده اهو. هبدأ ألم العجينة وأحطها ممكن تحطي كل واحدة في صينية. أنا الصينية عندي واسعة شوية، حطيتهم هما الاتنين مع بعض وأحطهم بالشكل ده. وبدهن الوش زيت طبعا، بدهن الوش زيت عشان ما ينشفش من فوق. بس بالشكل ده بدهن الوش زيت. أنا دهنتهم وهحط عليهم ورق استرتش واسيبهم في مكان دافي يخمروا. هغطيهم كويس. بعد ما يخمروا هيرجعوا لي بالشكل ده. هبدأ اخد العجينة اللي بالكاكاو، هفردها بالنشابة او ادوسها بايدي شوية، هفردها بايدي وابدأ بالنشابة اخدها، افردها شكل مستطيل المفروض. والمفروض العجينة اللي بالكاكاو تبقى نفس عجينة البيضة، يعني نفس الحجم بتاعها، متبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. نحاول نسويهم على بعض على قد ما نقدر. هاخد الشكل بالشكل ده، وما خليهاش رهيفة قوي ولا هي تخينة قوي، يعني مظبوطة بالشكل ده. هبدأ اجيب العجينة البيضة معاي وافردها برضو. وافرد بالنشابة برضو زي الاولانية بالظبط، على قد ما اقدر اخليهم زي بعض، نفس السمك ونفس حجم العجينة يعني فردهم اهو. في لو حتى طلعت صغيرة الكبيرة ابدأ افردها مع بعض، افردها على قد اللي تحت، على قد ما اقدر افردها. انا معاكم واحدة واحدة.
الوصفة دي قلب النت من فترة، فقلنا نعملها مع بعض انا وانتم. طبعا الحشو ده على حسب ما انت تلعبي فيه براحتك، على حسب ما انت عايزة، وهو حسب المتوفر عندك. مكسرات، شوكولاتة، بسكوت. عايزة تعمليها سادة برضو تعمليها عادي. الحشو ده لعبة اي واحد يلعب هو يعني براحته فيها، مش واقفة على حشو معين. انا عندي كان بسكوتين من الهوهوز، فقطعتهم بالشكل ده وحطيت عليهم شوية جوز هند واستخدمته. انت بقى الحشو اللي انت عايزاه. وهبدأ الفهم رول عليهم. بعد ما احشيها كده هبدأ امسك العجينة بتاعتي والفها رول بالشكل ده. طبعا مش هوصلها للاخر، هسيب ربع العجينة بتاعتي، يعني هسيب ربعها. هبدأ الف لغاية ما اوصل، اخلي ربع الشكل بتاعي، يعني ده العجينة اللي انا مشكلاها هسيب ربعها. وابدأ اقطع شرايح بالسكين عشان يديني الشكل النهائي اللي هتشوفوه. وما خليش الشريحة بتاعتي تخينة قوي ولا رهيفة قوي عشان تديني شكل حلو. بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. هخلص الكمية كلها وهتشوفوها بالشكل ده بعد ما اخلص. هيديني الشكل ده. هبدأ امسك كل شريحة وابدأ الف واحدة واحدة عشان ما تتقطعش مني. هبدأ اقطع كده، الف بنفس الشكل ده والفها رول كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين لغاية ما اخلص الكمية كلها بنفس الشكل. بعد ما اخلص الكمية كلها اكمل لف الرول عليها بالشكل ده عشان يديني الشكل النهائي. وبعدين الفها الدايرة بالشكل ده واجيب صينية عندي واحطها فيها، هيديني الشكل النهائي ده. بعد ما وصلت لغاية هنا هبدأ برضو احط عليها استرتش واحطها في مكان دافي برضو تخمر للمرة التانية. المرة الاولى خدت حوالي ساعة، المرة التانية حوالي نص ساعة. هتخمر بالشكل ده. البيضة اللي خدت بيضت البيضة بتاعتها واستخدمتها في الوصفة، طبعا عند الصفارة هحط عليها معلقتين لبن وهستخدمها دهن الوش. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. هدهن الوش كله بالشكل ده. وصفة سهلة وبسيطة جدا، حلوة خالص. ممكن تتعمل في الأيام دي مع الأولاد وتتقطع يعني، ونقطعها ونديها للأولاد في المدارس، ممكن يفطروا بيها. وصفة بصراحة ممتازة ممتازة. كده حطيتها في الفرن، خدت حوالي نص ساعة بالظبط في الفرن. وهنطلعها يكون مسيحة معلقة سمنة وهدهنها بالشكل ده عشان تديني اللمعة النهائي كده وتديني لمعة حلوة. وبرضو هغطيها عشان تطرى معايا وتديني الشكل الحلو اللي انتوا هتشوفوه. هغطيها كده واسيبها 10 دقايق بالظبط مش اكتر. بصراحة اللي اخترعها دي اختراع تحفة، هتديني الشكل النهائي. جميلة جدا وطعمها روعة بصراحة. بنصح كل اللي مجربهاش يجربها. واشوفكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان الفيديوهات ترتفع كده واعرف وتشجعوني اعمل فيديوهات جديدة. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.